حكايات دحباش هو مسلسل كوميدي يمني كان يعرض على قناة اليمن الفضائية من سنة 1991 حتى سنة 1993. يتمحور المسلسل حول شخصية دحباش التي أدى دورها الممثل آدم سيف. دحباش هو شخصية ذات روح لطيفة ومحبوبة ومشاكسة تضفي المرح والسرور على المشاهد. قام بالدور الممثل المسرحي آدم سيف، وهو عدد من الموهوبين من مدينة تعز في ثمانينيات القرن العشرين. ومن يومها صار اسمنا دحابشة، وتحولت الشخصية الكوميدية اللطيفة والفكاهية إلى صفة يتصف بها شعب كامل. والأمر من هذا إن اللفظ دخل في صراعات عرقية عنصرية طائفية التصقت بنا إلى يومنا هذا. في هذه الأثناء كان الممثل أرنولد شوارزنجر النمساوي وجان كلود فان دام البلجيكي يقوموا بأدوار البطولة والنجومية لشخصيات أمريكية أظهرت الجيش الأمريكي بأنه الجيش القوي الذي لا يقهر، مع أن الجيش الأمريكي انهزم في فيتنام ورجع يجر أذيال الخيبة. ومش بس فيتنام، أيضا في أفغانستان حتى ليبيا هزمت الجيش الأمريكي، اللي الممثلين الغير أمريكيين الأصل أظهروا لنا أنه الجيش الذي لا يهزم على مدى الأزمان. أمريكا اتهزمت من ليبيا في الحرب الليبية الأمريكية، والتي أسرت فيها ليبيا السفينة الأمريكية فيلادلفيا. بالمناسبة لا تزال السارية الخاصة بالسفينة معلقة على قلعة السرايا الحمراء بطرابلس إلى هذه اللحظة. المهم، بتقولوا ايش النقلة هذه اللي نقلتنا من مسلسل دحباش إلى أرنولد وفاندام والجيش الأمريكي؟ بفهمكم وجهة نظري. الفن رسالة الشعوب توظفها لنقل الصورة الجميلة والقوية والبهية عن أوطانهم وأعراقهم من أجل يتعرف عليهم العالم، لذلك يحرصوا على جعل الصورة دائما صورة عظيمة لبلادهم وقدوة للأجيال الصاعدة حتى تتولى مهمة الدفاع عن الثوابت الدينية والوطنية. احنا التصقت بنا شخصية دحباش الجميلة، وللأسف لم تتغير ولم تتبدل من ذاك الزمان لليوم. بالعكس، استنسخوا منها شخصيات أخرى مثل شوتر وزنبقة وعبد الوكيل، وكلها أدوار فنية ممتعة استمتعنا بها وما زلنا إلى اليوم. ولكن للأسف احتفظ الفن اليمني بإظهار الشعب اليمني على أنه الشعب البسيط اللي لا يعرف يفكر ولا يفهم ولا ينجز غير أسماء للتعنصر فقط. وما يكفي أن هذه الأدوار، وركزوا على كلمة أدوار. أنا لا أتحدث عن النجوم، نجومنا اليمنيين فوق راسي وأكن لهم كل الاحترام. أنا أكلمكم من الأدوار. هذه الأدوار حصرتنا في خانة الشعب الجاهل المغلوب على أمره، واللي استخدموها حتى سياسيا وما حصلنا من وراها إلا الخراب. بتقولوا أنا بالغت بالمقارنة بين دحباش وأرنولد. أجيب لكم مثال عربي، مسلسل باب الحارة، من مننا ما شافه؟ اللي يعرفه ان هذا المسلسل موجود من قبل ما اكون انا على ظهر الدنيا، وما زال التلفزيون السوري مصر على انتاجه في كل عام. ما سألتم انفسكم ايش سر استمرار هذا المسلسل مع ان المخرج واغلب الممثلين توفوا؟ لانه بكل بساطة يتكلم تاريخيا عن البيئة السورية اللي ابدع الممثلين بنقلها للعالم العربي برغم تغير الثقافات والعادات. ولكن ما زال السوريين مصرين على أن يظل هذا المسلسل اللي بتظهر لنا أخلاق الشعب السوري العظيمة على أن يستمر، وكأنه واجب وطني حتى لا يأخذ الناس فكرة غير عن ثقافة هذا الشعب العريق. وقيس على ذلك ما يقوم به المصريين بجميع أعمالهم الدرامية والفكاهية على إظهار صورة الشعب المصري القديم اللي قد إحنا حافظين تاريخه أكثر من المصريين. ليش؟ لأن الفنانين طبعوا الصورة في أذهاننا. أرجع بكم لدحباش. نضحك على أنفسنا ونقول إحنا ناس مش حق تمثيل وفن ومعروفين من إحنا عبر الأزمان. نحن اليمنيين اللي واللي واللي واللي. طبعا معروف إنه ما يكفيني لو أجلس سنة أذكر بلادي بالخير لكم، لكن أتفاجأ بأن التهريج بدو يمس الدين. الفنانين الطيبين اللي ضحكونا وسلونا ووروا للعالم كم احنا سذج وخبلان، الآن بعد ما عصدوا الدنيا وحشروا الفن بالحرب، يا ليت بنقل صورة طيبة إلا بصورة الشعب المتناحر اللي مستعد يخوض بشرف أخوه من دمه بس علشان يطلع يهرج له كلمتين ويثبت للفئة اللي هو تابع لها إنهم على صواب حتى لو على حساب أمة كاملة. الآن نشوفهم في بثوث التيك توك لساعات طويلة طويلة جدا يخوضوا نقاشات مع نوع جديد من أنواع الانحطاط اللي ما كان ناقص علينا إلا هو، وهم مش من أهل العلم علشان يعرفوا يردوا ويناقشوا. ما بالله هكذا رجالة.
بثوث يتم التعدي بها على الذات الإلهية وهم يناقشوا على غير علم، والناس تتفرج إلى أن يتأكدوا أنه تم النقل بنجاح. أخي الممثل اليمني، في الوقت اللي كنا نضحك فيها على دحباش، الممثل الأمريكي دنزل واشنطن الأمريكي المسيحي فعل فيلم ترشح فيه لجائزة الأوسكار، ومثل فيه دور مالكوم إكس الأمريكي المسلم اللي ناضل في المجتمع الأمريكي تحت راية الإسلام إلى أن نال الحرية. وانتم جالسين تعملوا بثوث تنزل علينا غضب الله فوق ما احنا مستوين على الشقين. لا تقولوا إن أكثر الناس هكذا وتستسهل الأمر. ما ذكر الله كلمة أكثر الناس في القرآن إلا وجاء بعدها لا يعلمون، لا يعقلون، لا يشكرون. ما تقدروا تعملوا ساعة دنزل واشنطن أو ساعة فيلم عمر المختار أو فيلم الرسالة، العبوا بجي. بس لا تطلع تجلس بث بالساعات تتجاوز فيها حدود الله وتوصل الناس فكرة إن هذا إنسان له الحق إنه نتقبله ونناقشه في كلامه اللي كله إهانة، يا ليت لنا بل إهانة للدين. اشتهر مايكل هارت اليهودي بعد تأليفه لكتابه الخالدون المئة عام 1978، وقد عد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمرتبة الأولى لأكثر الأشخاص المؤثرين في التاريخ. وبرر هارت ذلك في كتابه اختياري لمحمد على رأس قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم. قد يفاجئ بعض القراء وقد يشكك به آخرون، ولكنه الشخص الوحيد في التاريخ الذي كان ناجحا بتفوق في الجانبين الديني والدنيوي. هذا هو يهودي، واحنا المسلمين نتكتك. مرة فنانة مصرية قالت ان مياه النيل فيها بالهارسية في احد حفلاتها الغنائية، وقامت الدنيا عليها ولم تبعد فقط لانها ذكرت مصر بصورة سلبية مع انها صادقة، واصابتها لعنة النيل من ذلك الوقت ولا عاد شافت خير. وانتم بدعتوا بنا وطلعتونا متسولين وقلنا طز، لكن توصل بكم المواصل للدين من غير شيء قد الجرائم اللي بتحصل يشيب لها الرأس. مش ناقصين تطلعوا لنا تذكرونا بأمجادكم. رسالة أوجهها للشعب اليمني ويا ليت قومي يعقلون: لا تكن سجينا لماضيك، لقد كان درسا فقط وليس حكما مؤبدا. نحن لسنا دحابشة، نحن أرقى الشعوب. دمتم في رعاية الله.